حفلة المغني الأجنبي اللي اسمه أنيما اللي اتعملت في الأهرامات وقلبت الدنيا على السوشيال ميديا. تعال أقول لك إيه اللي حصل في حفلة حصلت في الأهرامات، اتعملت عند الأهرامات في منطقة الجيزة. طبعا الحفلة ديت قلبت الدنيا حرفيا على السوشيال ميديا. منظم الحفلة الراجل اللي اسمه ربيع بيقول إن هما بيجهزوا للحفلة ديت من حوالي 6 شهور، وفي حوالي 3700 عامل مصري قعدوا 10 أيام بيجهزوا في المكان علشان الحفلة تطلع بالقوة وبالجمال ده كله. ربيع منظم الحفلة قال إن الحفلة ديت كانت متوثقة مع تضامنا يعني مع وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار، وإن هم عارفينه وفتحوا له المجال علشان تقام حفلة زي كده في مكان أثري يعني زي الأهرامات في منطقة الجيزة. حوالي 10500 سايح أجنبي جم مصر عشان يعني يحضروا الحفلة ديت، وحوالي 6000 واحد مصري حضروا الحفلة. حفلة كانت قوية جدا جدا وحلوة جدا، ولكن آراء الناس على السوشيال ميديا انقسمت ما بين مؤيد ومعارض. المؤيد بيقول إن ديت حاجة حلوة تنشط السياحة في مصر أكتر وأكتر وتظهر جمال الأهرامات وخلافه، والمعارض شايفين إن ده حاجة مهينة للأهرامات، ده مكان أثري ما ينفعش إن الناس تخش وتعمل فيه حفلات وخلافه. انتوا بقى قولوا في كومنتات، انتوا مؤيدين للحفلة ديت ولا معارضين؟